إن السجين الذي أقدم على الانتحار صبيحة يومه الأربعاء بسجن رأس الماء بفاس المدعو م. قاف محكوم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، قضى منها 10 سنوات قبل أن يفارق الحياة. وأوردت مصادر مطلعة أن النزيل المذكور هو من مواليد 26 دجنبر 1983، 40 سنة، وينحدر من مدينة الناظور، حيث صدرت في حقه العقوبة السجنية المذكورة من طرف محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بالعاصمة الرباط على خلفية تورطه في تكوين عصابة إرهابية. وللإشارة، فقد أفادت إدارة السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس ضمن بلاغ اطلعت عليه بلادنا 24 أنا لسجين م. قاف المحكوم عليه بقانون مكافحة الإرهاب قد أقدم صبيحة اليوم الأربعاء على الانتحار شنقا داخل زنزانته. وكشف البلاغ ذاته أن الانتحار تم باستخدام قطعة قماش قام بانتزاعها من ملابسه ربطها إلى نافذة الغرفة.